السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتكم قناة طبخة بسيطة. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض الفينو بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبطريقة اقتصادية جدا، وان شاء الله هتعجبك بإذن الله وهتديكي نتيجة مرضية. تعالوا ندخل الفيديو بتاعنا ونشوف كده بالخطوات واحدة واحدة مع بعض هنعمل الفينو بتاعنا ازاي، الهش الجميل الاقتصادي النهاردة. معايا كده حبايبي حلة على النار، نزلت فيها بكوبايتين من المية، كوبايتين من المية من الحنفية عادي خالص. بعد كده حبايبي راح نحط على الكوبايتين من المية هنحط ملعقتين من الدقيق. هنعمل كده ايه زي محسن للعيش الفينو، هيخليه معاكي هش جدا ومش مكتوم وطري. هنبدأ نقلب حبايبي المية والدقيق بتاعنا لغاية ما ايه ناخد القوام كده تقيل شوية معانا. هنعمل كده زي برضو محسن، وبنسميه في العيش البلدي بتاعنا اللي بنعمله بنسميه ايه العصيدة. بس هنا بصراحة انا وقعت في غلطة، المفروض حطيت 4 ملاعق دقيق، او لو هحط ملعقتين دقيق هحط كوباية مية واحدة. يعني انتي لو هتحطي كوباية دقيق لو هتحطي كوباية مية واحدة هتحطي ملعقتين دقيق. لا هتحطي كوبايتين مية هتحطي 4 ملاعق دقيق. بعد كده حبايبي هنبدأ ايه نحضر الحلة اللي هنعجن فيها بتاعتنا. هنعجن فيها هنحط كده لو الجو بدأ يبرد معاكي هتحطي مية دافية. انا حطيت كده، انا كان الجو وسط يعني حطيت كوباية مية دافية على كوباية مية من الحنفية عادية، وحطيت نص كوباية من السكر ما يعادل 4 ملاعق كبار هرميين من السكر. وهفضل حبايبي اقلب السكر بتاعنا شويه، وبعد كده هحط ايه باكو الخميره الفوريه. انا هعمل كيلو من الدقيق، يعني هحط ايه باكو خميره فوريه ما يعادل ملعقه كبيره هرميه. نبدأ نقلب الخميرة بتاعتنا كده، لو ضامنين الخميرة نشتغل بيها على طول، لو مش ضامنين الخميرة بتاعتك مش ضامنة الخميرة بتاعتك يعني هتعملي لها الأول ايه تيست. وبعد كده نزلنا بكيلو الدقيق بتاعنا. هنبدأ نعجن حبايبي، أهم حاجة في العيش الفينو نعجن كويس خالص، نعجن كويس خالص حبايبي عشان ناخد نتيجة مرضية معانا. وهنعجن وهنزود مية من الحنفية عادية خالص، وهنبدأ نعجن شوية حلوين كده. وبعد كده ايه هناخد العصيدة بتاعتنا. ليه انا قلت ان انا غلطت غلطة في المية الاول في العصيدة اللي احنا عملناها اللي هي المحسن للعيش؟ غلطت عشان هي ايه طرت معايا العجين شوية. يعني كوباية المية اللي انا حطيتها زوادة الاول زودت معايا ايه كوباية من الدقيق. اهو هتشوفوا معايا دلوقتي اهي حطينا العصيدة بتاعتنا اهي في قلب العجينة كده بعد ما ايه ضاع مننا الدقيق خالص، وتجانست معانا برضو ايه العجينة. حطينا المحسن بتاعنا وهنبدأ نعجن برضو. المفروض هنا حبايبي العصيدة بتاعنا تبقى ايه ماسكة نفسها شوية كده، بس عشان طريت معانا هبدأ ايه احط دقيق معايا. حطيت ايه دقيق تاني على الكيلو، حطيت كوباية. يعني كوباية المية خلتني حطيت ايه كوباية دقيق. فانت عشان لو هتحطي ملعقتين دقيق في المحسن بتاعك هتحطي ملعقتين دقيق وكوباية مية واحدة. وهنبدأ حبايبي برضو ليها علاج، بس حبيت اقولها برضو عشان ايه لو حد برضو وقع في نفس الغلطة دي يعرف ايه يتصرف. وهنبدأ نعجن حبايبي كده لغاية ما ناخد القوام بتاعنا. طريقة الفينو بصراحة كانت معايا بصراحة نتيجة مرضية جدا وهش جدا ومش مكتوم ابدا. بعد كده حبايبي حطينا العجين بتاعنا على الرخام كده، وهنبدأ ايه معانا 4 ملاعق من الزيت. وهنبدأ نعجنهم نعجن نحط ال4 معالق من الزيت كده، ونفضل نعجن في العجينة بتاعتنا. عايزين عجينة طرية وملسة معانا، عايزين عشان ناخد فينو كويس. اهم خطوة في الفينو بتاعنا النهاردة ان هو ايه نعجنه كويس خالص عشان ايه ناخد نتيجة مرضية. ما شاء الله العجينة يعني مساعداني يعني وفاتحة نفسك كده برضو. ما شاء الله برضو نوع دقيق حلو خالص على انه ايه انا اشتغل فيه. وبرضو اهم حاجة في الفينو نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه يكون ايه في دقيق لعرق شوية يعني، عشان الفينو بيحب العرق، يعني يكون الدقيق بتاعه فيه عرق.
هنبدأ ناخد الزيت بتاعنا كده ونعجن برضو لغاية ما نخلص كمية الزيت، ولغاية ما ناخد ايه قوام العجينة اللي احنا عايزينها. خلاص هي القوام بتاعها جه، يعني اخر ما خلصنا الزيت بتاعنا اهو. ما شاء الله جميلة جدا والله. وبس كده يا حبايبي، هنسيبها كده نحطها في الحلة بتاعتنا تاني ونسيبها لما تختمر معانا. شايفين ما شاء الله ملسة جدا وطرية ومش مخرزة معاكي خالص. عشان ايه؟ عشان احنا برضو ايه خدمناها كويس خالص وعجناها كويس خالص. اهي شايفين؟ بس كده اهي العجينة بتاعتنا عايزينها تلزق معانا. بس كده يا حبايبي هنسيبها نغطيها كويس خالص، وبعد كده ايه هنسيبها لما ايه تختمر معانا، وهنبدأ نشكل العجين بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. بعد ما اختمرت كده يا حبايبي هي العجين بتاعنا ما شاء الله، هنبدأ اخدت قد ايه على حسب على حسب الجو عندك، اللي هو ايه الاختمار. ممكن تاخد تلت ساعة، نص ساعة، ساعة، على حسب ايه زي ما قلنا الجو. هنبدأ كده نحطها على الرخام بتاعنا، وهنبدأ ايه نقطعها الجزئين، وكل جزء هنبدأ ايه نكوره كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا. طريقة سهلة وبسيطة جدا. عنديش طبعا قطعت اللي هي قطعت العجين دي، اي حاجة ايه نتصرف بيها. ونبدأ نقطع الجزء ده، وبعدين ايه نبدأ نقطع الجزء التاني، وهنبدأ نكور العجين بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله كيلو دي عمل معايا كمية حلوة خالص، ووفرت معايا بصراحة جدا. بعد ما نكوره طبعا لو خدنا وقت معانا هنبدأ ايه اخدت حوالي بصراحة 10 دقايق. وبعد كده ايه اخدت اول كورة معايا ارتاحت، وهبدأ ايه افرد العيش الفينو. اهم حاجة نغطيه كده من فوق، كنت مغطية بالبلاستيكة دي يعني كيس تلاجة عادي، فاتحاه كده ومقطعة ومغطية بالعجين. صرفي يعني ما توقفيش نفسك على اي حاجة. اهم حاجة يا حبايبي احنا برضو بنكور العجين بتاعنا نقفل كويس خالص في التكوير. وبعد كده هنبدأ ايه ندهن دهنة زيت بسيطة خالص، عشان برضو ايه العيش ما يلزقش معانا في الخامة بتاعتنا. وهنبدأ نفرد زي ما انتوا شايفين كده الرغيف بتاعنا. هنعمل النهاردة عيش فينو مدور وعيش فينو ايه زي ما انتوا كده شايفينه صوابع. وهنبدأ نقفل. اهم حاجة في صوابع العيش الفينو بتاعتنا التقفيلة اللي انتوا شايفينها دي، قفلها كويس خالص عشان لما يخمر ما يفتحش معاكي في الاختمار وفي الفرن. ونبرم كده برمة بسيطة، وهنحط الجزء المتقفل عليه ده هنحطه ايه من تحت. نفرد معانا واحد تاني اهو بايدك عادي خالص، مش هتعوزي اي نشابة ولا اي حاجة اهو ما شاء الله. بس اهم حاجة في ايه نقفل كده كويس خالص. وهنبدأ نحطه برضو ايه في الصينية بتاعتنا. وبرضو هنعمل برضو عيش اللي هو مدور ده برضو صابع اهو. اهم حاجة برضو الضغطة دي نضغط هنا ونبدأ ايه نبرم. الضغطة الاولانية دي برضو ايه مهمة جدا، برضو مش تخلي الصوابع معاكي تفك. لو فك معاكي العيش يبقى اهو انت كده ايه فشلتي. نضغط كده اهو نقفل. وبس كده طريقة سهلة وبسيطة جدا. ده المدور اهو. هنبدأ كده نبططه تاني، يعني هو ارتاح حوالي 10 دقايق بدأ يرفع كده معانا. هنبدأ نبططه تاني، ونبدأ ايه نكوره تاني. ليه هنبططه تاني؟ عشان هنبططه تاني عشان ما يبقاش ايه القلب بتاع العيش اللي مدور معاكي من جوه فيه فراغات. التبطيطة دي هتخليش اي فراغات معاكي اهو ما شاء الله. وبعد ما نخلص الكمية كلها يا حبايبي هنسويه في الفرن. فرن العيش الفينو بتبقى وسط، عشان ايه ما ياخدش لون معاكي من تحت ومن فوق ويبقى القلب بتاعه ناعم. هنشوف مع بعض اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله، وبإذن الله والله تعتمدوها وهتديكم نتيجة مرضية ان شاء الله. هيختمر طبعا، مش هياخد زي الاول زي ما اختمر في الاول. هياخد حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، وهيبدأ يرفع معاكي
وبعد ما يرفع، واهم حاجة الاختمار التاني في العيش الفينو، اهم حاجة يختمر معاكي كويس خالص. اهو بدأ يختمر معايا اهو ما شاء الله، يختمر معاكي كويس خالص. بعد كده ايه تدخليه في الفرن بتاعتك وتبدأي تسوي فيه. بس كده شغلنا الفرن بتاعتنا، الفرن بتبقى وسط عشان ما ياخدش لون معاكي من فوق ومن تحت، ويبدأ ويفضل القلب بتاعه ني. هو شغلنا الفرن بتاعنا، وبعد كده نشوف شكله النهائي يا حبايبي. اهو ما شاء الله، والله جميل جدا يا بنات. النتيجة يعني بصراحة كانت مرضية جدا. اهو ما شاء الله اهو. شوف واحدة معانا اهي ما شاء الله، شايفين هشة جدا. بعد ما استوى معانا وهو على طول بعد ما تطلعيه احنا ما دهناش وشه اي حاجة، غير لما طلع من الفرن على طول هو سخن رشيناه رشة مية، بخة مية كده، وغطيناه بفوطة يرد من حرارة الفرن كده وخلاص كده. لو لزق معاك مش هيعمل اي حاجة، بالاسباتيلا كده بتاعتك، وهتبدأي هتبدأي تخرجي فيه. هو شايفين والله ما شاء الله جميل جدا. وهنفتح برضو واحد معاكم ونشوفه من جوه اهو. شايفين هش. وادي حبايبي كمية اللي عملناها من كيلو الدقيق بتاعنا، وفرت معانا ما شاء الله، عملنا كمية كبيرة اهو ما شاء الله. شايفين مش مكتوم ابدا ولا ولا مش مفرغ اهو. شايفين بصراحة تحفة جدا، وطري كده وهش وخفيف. بس كده يا حبايبي، ادي الفيديو بتاعنا النهارده. وبعد كده هنحطه، هنكيس الاكياس بتاعتك على حسب اولادك. مثلا رغيف 2 3 تحطين في الكيس، وتحطي الاكياس في الفريزر. بالليل قبل ما تنامي كده تطلعي الكيس تحطي على رخامة، وفي الصبح ما شاء الله تحشي لهم السندوتشات بتاعتهم. هيبقى معاكي طري وكأنه طازة لسه معاملاه، او لسه جايباه ما شاء الله. يعني ما تسخنوش ولا اي حاجة، انت طلعي الكيس من الفريزر بس حطيه على رخامة واحشي لهم الصبح. شايفين اهو ما شاء الله الفين الصوابع بتاعتنا ما شاء الله تحفة جدا والله، والنتيجة مرضية جدا. وان شاء الله بإذن الله هتجربوه.